مما لا شك فيه ان اول 10,000 متابع عندك على اي منصة بيبقى ليهم طعم مختلف. بتحس ان انت وصلت لعدد مقفول 10,000، زي لما بتوصل ل100,000، زي لما بتوصل للمليون. السؤال ازاي اقدر اوصل ل10,000 متابع على التيك توك في خلال 14 يوم بالظبط؟ ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها عشان اقدر ان انا اوصل للهدف ده؟ وتاني هقول لك نفس المعلومة، ان انا وصلت المليون متابع في اقل من سنة، وفي ناس قدرت ان هي توصل لمليون متابع في 5 6 شهور. فده معناه ان ال10,000 ما اخدتش وقت خالص. ازاي تقدر ان انت توصل ل10,000 متابع في حوالي 14 يوم؟ تعال احكي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا ان انت خلاص دلوقتي بقى عندك حساب صانع محتوى على التيك توك، وان انت نزلت اول كام فيديو من الفيديوهات بتاعتك وبقيت بتتكلم على موضوع محدد. الصيدلي بيتكلم على الادوية، الدكتور بيتكلم على نصائح طبية، الاخصائي الاجتماعي بيتكلم على التربية، دكاترة نفسيين بيتكلموا على امراض نفسية والعلاج بتاعها، واحد بيحب التصوير يتكلم على الاضاءة. كل واحد بيتكلم على الحاجة اللي هو حاببها واللي عنده محتوى يقدر ان هو يتكلم فيه. وقلنا ان انت مش لازم تظهر بوشك، انت ممكن تظهر بايدك، ممكن تظهر بصوتك، مش مشكله. المهم انت بدات تنزل محتوى وعندك دلوقتي 1000 2000 متابع، وحاسس ان انت، او حتى 100 200 متابع، وحاسس ان انت عايز توصل لل10,000 متابع على التيك توك. تعمل ايه؟ اول خطوه الاستمراريه في التنزيل. في اول فتره محتاج ان انت تبقى بتنزل كل يوم، فده معناه ان انت هتسجل فيديوهات في بدايه الاسبوع، وهتبدا ان انت تسكجول او تنزل الفيديوهات دي، تنزلها تنزيل منظم. هنزل يوم السبت الساعة 7، يوم الأحد الساعة 8، وإلى آخره لآخر الأسبوع. بس المرة دي هقول لك حاجة مختلفة، مش مجرد بس إن أنت بتنزل، محتاج إن أنت تعمل شوية تعديلات بسيطة كده على الفيديو بتاعك عشان يبقى شكله حلو ويجذب الناس. أول حاجة محتاج تتأكد إن الإضاءة كويسة، بتصور في إضاءة الشمس، أو حتى لو بتصور في إضاءة لمبة بس اللمبة ما تكونش فوقيك، اللمبة تكون قدامك بزاوية، يبقى الإضاءة كويسة. وطبعا مفيش أحلى من إضاءة الشمس، سيبك بقى من أي لمض أو أي حاجة. صور في الشمس، الشمس في الشرق الأوسط وفي مصر جميلة جدا. اقف قدام الشباك وصور، ولو عايز تخلي الإضاءة شكلها عالمي جدا حط ستارة بيضاء أو أي لون فاتح، هتلاقي الدنيا ماشية كويس جدا. يبقى اول حاجه الاضاءه بتاعتك تبقى كويسه. تاني حاجه اقفل الشباك، عشان الشباك بيطلع شويه كلاكسات على شتايم في الشارع على زمامير، فانت هتلاقي نفسك مش عارف تسجل. اقفل الشباك عشان تضمن ان انت الدنيا عندك هاديه شويه. حاول تخلي الخلفيه بتاعه التصوير بتاعتك ما تبقاش خلفيه مش باين السرير، مش باين الغسيل محطوط على السرير. يعني حاول تخليها الخلفيه تكون خلفيه الى حد ما شكلها كويس، حتى لو كانت الحيطه فاضيه مفيش اي مشكله، بس حاول تخليها خلفيه كويسه. انا عارف ان في ناس دلوقتي بتقول طب ما بدل ما اسجل في البيت انزل اسجل في الشارع. بس تسجيل الشارع قصه تانية، عشان الاضاءه هتختلف شويه لان الشمس هتكون قويه زياده عن اللزوم. الصوت والدوشه بتاعت الناس هيكون لك برضو عائق كبير. فالاسهل والاحلى والاجمل انك ابدا في البيت قبل ما تخرج بره. طيب يبقى انت الاضاءه كويسه، قافل الشباك عشان الصوت، الخلفيه بتاعتك شكلها الى حد ما مقبول. انا ده الديسك اللي انا بشتغل عليه زي ما انت شايف، خلفيه سهله جدا وبسيطه جدا. هو الديسك ما بغيرش فيه اي حاجه، حاطط بس النور هنا على الجنب عشان يدي شكل كويس. انت مش محتاج يعني حاجة عبقرية. لو عندك مكتبة في البيت فيها كتب سجل عندها، لو انت في الصيدلية اقعد في الصيدلية وخلي الأدوية في ظهرك، لو انت عندك عيادة اقعد على الكرسي بتاعك بتاع المكتب بتاع العيادة وابدأ سجل. ده كده فكرة اللوكيشن بتاع التصوير. الكاميرا عندك حاجة من الاتنين، يا الكاميرا تكون على مستوى بقك زي ما انا دلوقتي بسجل، الكاميرا على مستوى بقي، شايف يعني بقي لو شفتي اتمدت كده هبوس العدسة. دي احسن زاويه انت ممكن تصور منها، لان الكاميرا مش نازله ومش طالعه. طيب لو انا مش بصور بكاميرا او ما عنديش حامل عشان اوقف الكاميرا، اعمل ايه؟ مفيش مشكله، هتمسك الموبايل بايدك، يا الموبايل طالع كده لفوق شويه اهو كده، الموبايل طالع لفوق شويه بزاويه كده، او الموبايل نازل كده على نفس الزاويه بتاعتي. بس بلاش انك تصور من تحت كده، لانك لما بتصور من تحت مناخيرك بتبقى طالعه كبيره قوي والمشاهد بيحس ان هو داخل جوه مناخيرك. لا انت مش عايز كده، هتجيبها من فوق او هتجيبها من نفس الزاويه كده، وهتفتح الموبايل. الفكره موجوده في دماغك، انا هتكلم النهارده على ان الفيتامين بتاع كذا ده مش فيتامين كويس، وان فيتامين كذا سعره رخيص وبيدي نتائج كويسه للناس اللي عندها انيميا. حلو جدا، سجلت الفيديو 30 ثانيه 45 ثانيه بالكتير وخلصت، حفظته عندي. لحد هنا ده سهل وما فيهوش اي مشكله، بس محتاج انك تركز في شويه الكام تفصيل اللي انا قلتها في الاول دي، محتاج تركز فيها. بس الموضوع كله على بعضه سهل وبسيط واي حد يقدر يعمله باقل الامكانيات الممكنه. المره دي بقى الحاجه المختلفه اللي انا عايزك تعملها عشان تعرف توصل ل 10,000 متابع، انك تبدا تزود كثافه الفيديوهات اللي انت بتنزلها. بدل ما انت كنت بتنزل فيديو واحد في اليوم او فيديو كل يوم ويوم، عايزك تنزل فيديوهين او 3 فيديوهات في اليوم الواحد.
انت بتلخبط الالجوريزم. انت بتقول له بقول لك ايه، انا بقى صانع محتوى نشط وبنزل فيديوهات كتير وعايز ان الالجوريزم يوصلني الى عدد اكبر من الناس. الفيديوهين 3 دول بالافكار المختلفه هتلاقي في فيديو منهم مره واحده ضرب. بدل ما انت بتجيب الفيديوهات بتاعتك 4 5000 مشاهده، مره واحده هتلاقي في فيديو جاب 40000 50000 200000 مليون. هتلاقي في فيديو ضرب بطريقه غريبه جدا، وانت مش هتفهم هو الفيديو ده ضرب ليه. لاحقا هنتكلم ليه الفيديو ده ضرب، بس مبدئيا في فيديو هيضرب. الفيديو اللي هيضرب ده هيجي لك منه مستريح ل 10000 متابع اللي احنا بنتكلم عليهم، بس محتاج انك تزود العدد، probability الاحتماليات. كل ما عدد الفيديوهات زاد كلما زادت الاحتماليه ان في فيديو منهم يضرب. طب هتقول لي ايه مواصفات الفيديو اللي بيضرب؟ هنتكلم عن الموضوع ده في فيديو بعد كده، بس هقول لك حاجه بسيطه جدا. شوف مشكله هي عند الناس يعانوا منها معاناه شديده وهات لهم حل. لو انت دكتور اتكلم على الالم بتاع الظهر، لان معظم مصر عندها مشكله بسبب ان هي بتقعد كتير ففي الم في الظهر. اتكلم على الم الظهر هتلاقي ان الناس بتركز معاك في الفيديو قوي، خاصه لو جبت مثلا الهيكل العظمي وشرحت عليه ايه اللي بيحصل وانت قاعد غلط. ممكن تتكلم الناس اللي عندها نقص في فيتامين دي، فانت تبدا تتكلم على ايه هي الجرعه المناسبه من فيتامين دي لو انت عندك نقص. لو حللت ولقيت ان انت عندك نقص والقيمه بتاعت فيتامين دي عندك ناقصه كذا كذا، تاخد قد ايه فيتامين. دي نقطه عند معظم الناس في مصر. بس ما تقولش بقى فيتامين دي، ما تقولهاش بطريقه طبيه. قول لو انت عندك مثلا، لو انت بتلاقي نفسك تعبان على طول، لو انت مفرهد، لو انت فغالبا انت عندك نقص فيتامين دي، روح حلل. لو رحت حللت ولقيت عندك نقص فانت محتاج انك تاخد جرعه فيتامين دي كذا كذا كذا، وتبدا ان انت تشرح الموضوع. شوف مشكله موجوده عند الناس بيعانوا منها وهات لهم حل بسيط الناس تقدر تعمله بسهوله. لو انا حد انت بتشرح لي ان انا قعدتي على الكرسي غلط، فاقدر ان انا اغير قعدتي، انا مش محتاج اشتري حتى كرسي جديد، هحط مخده ورا ظهري، الموضوع خلص. فتشوف حاجه مشكله عند الناس وهات لهم الحل بتاعها بطريقه بسيطه اي حد يقدر ان هو ينفذه. مره واحده هتلاقي الفيديو ضرب معاك جامد ان شاء الله. بعد ما تخلص عمل الفيديو وقبل ما تنزله، حاول تفرجوا ل2 3 من اصحابك يكونوا محترمين، مش ناس سفافه بقى ويقعدوا يتريقوا عليك، لا يكونوا ناس فعلا بيحبوك وهمهم عليك. فرجهم الفيديو واسالهم انتوا شايفين الفيديو ده كويس؟ شايفين ان انا في حاجه المفروض احسنها؟ هتلاقي في تقييم من الناس هيقول لك مثلا انت كنت بتتكلم بسرعه، انت كنت بتتكلم بالراحه، انت فضلت ساكت كتير. لو مفيش حد من اصحابك من صحابك انت واثق فيه ان هو هيعمل كده، مفيش اي مشكله، ابعت لي وانا يا سيدي صاحبك وهقول لك تعدل ايه وتحسن ايه. طيب بدات تنزل المحتوى بتاعك، محتوى كويس، الجوده بتاعتك جوده كويسه، نزلت فيديوهين 3 كل يوم زي ما انا بقول لك، وفي خلال ال 14 يوم دول ما حققتش اي حاجه. هل انا هقول لك نصيحه وهضحك عليك؟ النصيحه باذن الله هتجيب نتيجه وانا واثق من ده، بس نفترض ان هي ما جابتش وانت عملت كل حاجه زي ما انا بقول لك وبعت لي وانا قلت لك حسن الاضاءه وظبط وما جابتش. يا سيدي انا هستضيفك عندي على القناه وهقول لهم يا جماعه المحتوى ده محتوى كويس، بما ان انت المحتوى بتاعك محتوى هادف، وان شاء الله هيجيلك ل 10000 مشاهده. انا مش هسيبك لحد ما تبقى صانع محتوى قد الدنيا. المهم ان انت تسعى وتجتهد وتبدا ان انت تطور من نفسك. طيب عندنا بعد كده النقطه الاخيره، نقطه الالجوريزم. امتى الخوارزميه بتزق الفيديوهات بتاعتي عشان الفيديوهات بتاعتي تنتشر وابقى ترندنج وفايرال والى اخره، وامتى الالجوريزم بيدفن الفيديوهات بتاعتي عشان ما حدش يشوفها؟ رقم 1، لو الفيديوهات بتاعتك مسروقه من على اي منصه تانية او مسروقه من داخل التيك توك، يعني مش انت اللي عامل الفيديو الاصلي، التيك توك هيدفن الحساب بتاعك وهيدفن الفيديو ومش هتوصل. وفي بعض الاحيان الحسابات بتتقفل او بيتعمل لها اللي هو الشادو بان، انك انت الفيديوهات بتاعتك ما تجيبش اي فيوز. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت بتعمل فيديوهات بجوده وحشه جدا جدا جدا، برضو الموضوع مش هيفرق، مفيش حد هيتفرج والتيك توك هيدفن الفيديوهات بتاعتك. الحاجه الثالثه، لو انت مش بتنزل بانتظام، مش بتنزل كل يوم او مش بتنزل يوم ويوم او مش بتنزل 3 مرات في الاسبوع، مفيش انتظام في الموضوع، الخوارزميه بتقول ان انت حد مش منضبط قوي او مش كوميتد، فبناء عليه بيجنب الحساب بتاعك. لو بيجي لك تعليقات كتير جدا بس انت ما بتعبرش التعليقات، نفس الحاجه. هتتعلم من كده، هتنزل بانتظام، هتحسن الكواليتي، هترد على كل التعليقات اللي هتجيلك، وهتنزل زي ما اتفقنا 2 3 فيديو في اليوم الواحد لمده 14 يوم. اخر حاجه، انا عارف احساس ان انت تكون لسه بادئ وان انت تكون عايز توصل لاهدافك بس صعب، وانت بتنزل محتوى وبتطور من نفسك وبتجتهد وبتسعى وبتعمل كل حاجه عليك بس انت مش عارف توصل. انا كنت في المكان ده، وعشان انا كنت في المكان ده فكل واحد في المكان ده على عيني وعلى راسي ان انا اساعده. الحساب بتاعي موجود وهستخدمه الفترة الجاية ان انا اساعد صناع المحتوى اللي لسه بيعملوا محتوى، شرط ان يكون المحتوى هادف. طالما المحتوى هادف، انا صاحبك وانت صاحبي، احنا الاتنين في ظهر بعض، معاك لحد ما توصل، معاك لحد ما المحتوى بتاعك يسمع وتفيد عدد كبير جدا من الناس. كالعادة ادعيلي.